هل نقدر نعرف السهم رايح فين من ماضيه؟ الإجابة ممكن نعرف إيه اللي هيحصل في المستقبل عن طريق إن إحنا نبص بتركيز على اللي حصل في الماضي، وده ببساطة اسمه التحليل الفني، وهو علم دراسة حركة الأسعار التاريخية علشان نتوقع الحركة الجاية. والمحلل الفني مش بيبص على أرباح الشركة ولا مبيعاتها ولا إدارتها زي التحليل الأساسي، أو بالعربي الرسم البياني. والفكرة دي قائمة على مبدأ إن التاريخ بيعيد نفسه، وإن سلوك البشر في البيع والشراء بيكرر نفس الأنماط سواء بيخافوا أو بيطمعوا. علشان كده المحلل الفني بيستخدم أدوات ورسومات هندسية يحدد بيها إمتى يشتري وإمتى يبيع. وكمان المحلل الفني بيهتم قوي بالتوقيت، يعني ممكن السهم يكون ممتاز ماليا بس التحليل الفني يقولك استنى مش دلوقتي، السعر لسه هينزل شوية. تعال أقولك على مثال واقعي زي دكتور الأشعة. هو مش بيكشف عليك بالسماعة ولا بيسألك أنت حاسس بإيه، هو بيبص على صورة الأشعة ومن شكل العظم يعرف السليم من المكسور، ومن خبرته بيشخص الحالة بدقة شديدة. اسمع الخلاصة من أخوك درويش: التحليل الفني هو دراسة الشارت علشان نحدد الاتجاه الجاي ونختار أفضل نقاط دخول وخروج بناء على الأنماط السعرية. وارجع تاني وأقول لك اعمل فولو لدرويش تكسب وتعيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.